أكلتنا لليوم سينابون بطريقة سهلة وناجحة ورائعة مع أطيب صوص بتعملوها. بتشهي سهل كتير وطيب كتير. شو معي بالمقادير وبالطريقة كتير سهلة بالنسبة للعجن وللشغل. بتجنن. سوري اليوم ساخنة بس قلت بسيف لكم الفيديو. شوفوا ما شاء الله النتيجة رائعة. بدنا كوب وربع من الحليب الدافئ، اوكي. بنحط فوقهم ملعقة كبيرة من الخميرة واربع ملاعق من السكر، نتركهم ليتخمروا. نرجع بنحط فوقهم ربع كوب من الزيت النباتي. بنكون حاطين بجد تاني 3 أكواب ونص من الطحين مع ملعقة صغيرة بيكنج باودر مع نص ملعقة صغيرة ملح. نخلطهم بهيدا الشكل، اوكي. بالملعقة بالأول وبنرجع بنعملهم بنعجنهم هيك لمدة دقيقتين بإيدنا، اوكي. بنغطيهم لمدة 5 دقايق وبنرجع بنكونهم كتير منيح ونتركهم على جنب نص ساعة. بعد نص ساعة بنرقى للعجينة بهذا الشكل. بنحط عليها شي 3 ملاعق من الزبدة بحرارة الغرفة، ندهنها هيك بالزبدة بإيدنا. بنرجع بنحط عليها الحشوة عبارة عن كوب من السكر مع ملعقتين من القرفة الناعمة مع نص ملعقة صغيرة من النشا، اوكي. ونحطهم فوق الزبدة وبنرجع بنلفها بهذا الشكل وبنسكرها كتير منيح، اوكي. بنصير نقطعها بهذا الشكل بالخيط. نصير هيك نحط، يعني انا عملت تقريبا شي 4 سنتي كل قطعة. شوفوا ما شاء الله النتيجة هيدي بالنا ما شويناها. شوفوا اسا بس نشويها بتشهي. طعمة رائعة، الشكل حلو، والعجينة هشة وخفيفة غايمة بتقولوا. بنصحكم تجربوها بهالطريقة. شايفين ما شاء الله. هلا رح اخبركم عن الخلطة اللي بنحطها على الوجه. عبارة عن كوب من السكر الباودر، بنحط معها 3 كوب من الحليب السائل مع رشة فانيليا مع 4 حبات من جبنة كيري أو 3 كوب من الجبنة الكريمية البتكوني. بنريحها 10 دقايق قبل ما نحطها بالفرن. بالفرن بنحطها بالفرن على درجة حرارة 180، النار من فوق ومن تحت. بنحطها على الطبقة التحتانية، اوكي، لمدة 15 دقيقة. بس نشيلها من الفرن بنريحها شي 5 دقايق. نرجع بنحط عليها الصوص تكون بهذا الشكل. ما تنسوا تعملوا لايك، تعملوا متابعة إذا مش عاملين متابعة، وتعملوا كومنت. جربوها وصحتين.